يستاهل. ليش يخاطر بنفسه؟ ليش يخاطر بنفسه ويؤدي بنفسه للتهلكة؟ ليش؟ يستاهل. هكذا بنشوف بعض التعليقات في المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله. اللي بيتكلم كذا اتقوا الله. الآدمي صح جازف بنفسه وخاطر بنفسه، لكن اسأل لي السبب. ليش؟ اسأل ايش السبب يعني لو ما يفعل هكذا ويخاطر بنفسه؟ ايش السبب؟ السبب يا رجال هذا متحمل أسرة، شاطئ على أسرة، يعني طالب الله. هذا التسلق في الحربة هذه البركانية هي مصدر رزقه، تمام، هي مصدر رزقه الوحيد. يعني ينزلف على اسم شخص أو يكتب عبارات هذا بفلوس، تمام، فهذا كان مصدر رزقه. وطبعا الشخص عنده ما شاء الله وطبعا الشخص هذا ما شاء الله عنده المهارة في التسلق صلاتي على النبي، ولكن هذه ساعته وأجت ساعته، خلاص ما فيش داعي ان احنا نلوم ونفعل ونقول لا جازف بنفسه وخاطر بنفسه. انا اول واحد قلت يعني خاطر بنفسه، لكن للحقيقة لو ما تجي تشوف الوضع يعني الشخص هذا هو مصدر رزقه، وهذا التسلق في الجبال يعني بني له صفحة في الفيسبوك وبني له حسابات وترزق الله كله من ظهر التسلق هذه والمهارة هذه الجميلة، لكن قدر الله على بهذا الأمر وهذه إرادة الله. ليش نعاتب ونلوم؟ وليش يخاطر بنفسه وإنه مهلوم ينصحه؟ إرادة الله خلاص، ما باقي مننا إلا ندعي له بالرحمة، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. تحياتي لكم يا رجال.